طيبين يا حبايب قلبي، ويا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله الملعلعه. حاجه كده جميله تنفع كمان بعد الفطار، وخصوصا ان احنا داخلين خلاص على رمضان والموسم بتاع الفراوله، فاحنا نقدر نعمل الوصفه دي وهتطلع حلوه ان شاء الله وتعجبكم قوي. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نخش على المقادير. اول حاجه هنجيب كسرولة وننزل فيها بنص كيلو من اللبن، وهنضيف عليهم كمان معلقتين كبار من النشا وثلاث معالق من السكر، والسكر يا بنات حسب الرغبة. وبعد كده هنزود عليهم كمان معلقة كبيرة من الدقيق، وبعد كده هنحط كمان كيسين من الفانيليا، وهنرفع المكونات دي كلها بعد ما نقلبها كويس جدا على النار. هنجيب حلة أو كسرولة أي حاجة، أو بولة حتى تكون فيها مية سخنة، حوالي 150 ملي من المية. ليه؟ هنا مكتوب على الجيلي 200 ملي، لكن أنا عايزاه يكون تقيل شوية، فأنا هعمل إيه؟ هحط 150 ملي من المية السخنة المغلية، وهضيف عليهم باكت من الجيلي اي نوع تحبيه. لو هتستخدمي مانجا يبقى تحطي مانجا، لو هتستخدمي فراوله تستخدمي فراوله زي كده. وهتضيفي عليهم كمان معلقه من الجيلاتين البودر. لو مش موجود عندك الجيلاتين البودر خلاص ممكن تستغني عنه وتقللي كميه الميه حاجه بسيطه. وبعد كده هننزل بالفراوله دي، كانت حوالي نص كيلو من الفراوله. ضفتهم وقلبتهم على النار، خدوا غلوه واحده بس وبعدين رفعتهم من على النار. هنيجي بقى للطبقه بتاعه الكنافه. الكنافة هنجيبها نحطها في الفريزر حوالي ساعتين، وبعدين نطلعها نفركها كويس جدا علشان تبقى ناعمة معانا. وهننزل عليها بنص كوباية من السمنة أو الزبدة، وبعدين نقلبهم مع بعض كويس ونبدأ نحمصها تحت الشواية، أو لو مش قادرة ممكن تحمريها زي الشعرية على النار. تمام. بعد ما تتحمص معاكي هتكوني انتي حضرتي نص كوباية سكر ونص كوباية مية، تقلبيهم على النار وتسيبيهم ياخدوا غلوة. بعد ما ياخدوا غلوة هتبدأي ترشرشي على الكنافة زي ما انتي شايفة كده. بس يا ستي، بعد كده انا عايزاها تفضل مقرمشة، مش عايزاها تطرى خالص. هتقلبيهم كويس جدا جدا بحيث ان هي تتكتل كده في بعضها. تمام، زي ما انتي شايفة كده. بجد جربيها، احنا كلنا بنحب الكنافة بعد الفطار، هتنفعك قوي في رمضان، ولو عندك عزومة هتشرفك جدا. بس زودي الكمية شوية، او زودي كمية الجيلي شوية. هنا يا ستي انا جبت بقى البولات اللي انا هحط فيها، وبدأت ارص الكنافة الاول. طبقة من الكنافة في الطبق كده زي ما انتي شايفة. هي طلعت كمية اللهم زد وبارك حلوة جدا، ويعني هترمي معاكي لو عندك عدد او اي حاجة بعد العزومة، ما تبقاش صعبة عليكي كمان. ما تقعديش تفكري بقى هتعملي ايه حلو وتشغلي نفسك بيه، لا ده مش هتاخد منك 10 دقايق بالظبط، وهتسيبيها في التلاجة قبلها بيوم، يعني هتنفعك في العزومة جدا جدا، وكمان هتشرفك وتبقى حلوة قوي. بس لما تحطي طبقة الكريمة أو المهلبية تستني عليها شوية وبعد كده تحطي الجيلي. ليه بقى؟ التركية دي مهمة قوي، عشان الجيلي والمهلبية لو سخنين هيبدأوا يعملوا ايه بقى؟ الجيلي هينزل لتحت. تمام؟ هيبقى عامل زي المية فهينزل لتحت، هيبوظ لك الوصفة. التركة دي مهمة جدا. بصي كمية اللهم زيد وبارك. أنا عايزة أقولك إنها ما قعدتش. عايزة تعمليها بالمانجا تمام، عايزة تعمليها بالموز بس تمام، زي ما انت عايزة. بس خلي بالك الموز لازم تحطي له طبقة من المية بسكر مغلية، تاخد وقت طويل شوية على النار، يعني تاخد حوالي 6 7 دقايق عشان تغلفه، يا إما تغلفيه بجيلاتين ومية سخنة على النار يشكل علشان خاطر يتغلف، لأنه بيسود. خلي بالك من النقطة دي جدا. أنا هنا حطيت الموز على 2 بس علشان احنا كنا هناكلهم في ساعتها، لكن الموز بيأكسد وبيبوظ وهيخلي الوصفة بتاعتك يبقى شكلها مش كويس. هنا بقى نزلت بالكريمة، وبعد كده بدأت أنزل بالجيلي. بس طبعا لما الكريمة هديت شوية بدأت أنزل بالجيلي. هنا الموز أنا لما سبته شوية حوالي نص ساعة اتأكسد طبعا مع الجو وسود، علشان كده بقولك يا إما تحطي عليه جيلاتين تلميع، يا إما تحطي له طبقة مية بسكر تغلي على النار لحد لما تكون كثيفة كده شوية، وتمسحيه كده بالفرشة علشان ما يسودش. ما تنسينيش بقى في اللايك والشير كتير، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات كتير تعجبكم ان شاء الله. ويا رب الفيديو يعجبكم. سيبوا لي كومنت بقى، قولوا لي حلو ووحش، جربناها ما جربناهاش، عجبتنا، يا ست انتي سكه، اي حاجه.
أهم حاجة تسيبوا لي أي comment كده تجبروا خاطري أو اكسروه عادي، دهس الخواطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم على خير، سلام عليكم.